النهارده بإذن الله هنعمل عيش شمسي. الخميرة إن شاء الله قلت أجربها في الأول، الحمد لله ناجحة والحمد لله. بس احنا ما حطيناهمش كلهم، لترين مية ولما نعوز نحط بإذن الله تعالى. النبي كده إن شاء الله خير. نعمل بديانة فلاحين، لا بنحط جوانت ولا حاجة، احنا عايشين بطبيعتنا عشان احنا فلاحين. الفلاح ميعرفش يمسك بالجوانت، يعجن بإيده. حطينا الخميرة جربناها وحطيناها ناجحة بإذن الله، إن شاء الله يطلع عز زي الفل. ربنا يغفر لها ويغفر لأمواتنا وأموات المسلمين، يجعلهم يا رب في أيام كبيرة هم وأمواتنا وأموات المسلمين في الجنة ونعيمها وفي الفردوس الأعلى وأعلى الجنان يا رب، هم وجميع المسلمين، هي وجميع المسلمين يا رب، اللهم آمين يا رب. وانا بعمل الفايش بحمص الفايش، خبزته وبحمصه، فبتعمل رغيفين شمسي نفطر بهم ونغرب. كل سنه وانتم طيبين، واستنوا ان شاء الله باذن الله الطريقه اللي جايه اوريكم بدايه الفايش الخميره وبدايه خبيز الفايش والعجين كله باذن الله. صلوا على النبي. شوفوا الفايش وهو جوه الفرن، الفايش البلدي بتاعنا بنحمصه زي الفل ما شاء الله. مملك عشان يبقى الرغيف مملك، عشان يبقى ليه عرق والرغيف يطلع حلو ومنبش من جوه عسل. كل سنة وانتم طيبين، رمضان أبيض على أمة محمد أجمعين يا رب. هسيب إن شاء الله بإذن الله، هسيب العجين يرتاح دقيقتين على بالة ما تدفل المجارس. المجارس دي بتاعت المصري، تنفع في الظهرية شمسي وفي الظهرية مصري، بس نكفي عليها زي كفاية، بنكفي المصري هنا ونكفي عليها كده. اما كان شمسي بنقطعه من هنا بس، متغطاش، يتحط كده جنب بعضي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى يا جماعة على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ادينا ابتدينا نقطع في العيش الشمسي بطريقة بإذن الله ناجحة وسهلة وبسيطة. انا بنقطع بنملك وكده عشان يبقى الرغيف من جوه ملبش وخفيف وحلو. صلوا على حسيدكم النبي، صلوا على حبيبكم النبي. ان صلاة النبي هي مكسبنا في الدنيا وفي الآخرة، وهو شفيع المسلمين كلها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. لما يخش له هوا بيطلع الرغيف ما شاء الله عليه. ما شاء الله، الله اكبر. اهو لازم تدوسي عليه عشان يتنفخ في الفرن. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. العيش طلع حلو خالص، و3 كيلو دقيق طلعوا 8 رغيف ما شاء الله عليهم، والرغيف كبير قد كده. والحمد لله رب العالمين، ناجحين والحمد لله رب العالمين.